اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. عاده في معظمنا من زمان وهي بعد ما نقوم ونخلص اكل لازم نحبس كوبايه الشاي او القهوه او كوبايه النسكافيه بعد الاكل على طول. طيب هل العاده دي مضره ولا عادي مش زي ما بيقولوا؟ وهل فعلا الشاي والقهوه بعد الاكل بيقللوا من امتصاص الحديد؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت، ويلا بينا نبدا الحلقه. من المتعارف عليه في كل البيوت يعتبر ان الشاي او القهوه بعد الاكل بيضيعوا قيمه غذائيه كبيره من الاكل اللي اكلناه، بالذات الحديد. طيب قبل ما اقول لك المعلومه دي صح ولا غلط، تعال الاول نفهم مع بعض بطريقه بسيطه كده الحديد اصلا بيمتص ازاي في الجسم. في نوعين من الحديد، الهيم والنون هيم. حديد الهيم ده اللي بناخده من المصادر البروتين الحيوانيه زي اللحوم والالبان والبيض والاسماك والفراخ، والقيمه الغذائيه بتاعتهم عاليه، والجسم بيمتص الحديد منهم بنسبه تقريبا 25 او 30%، على عكس حديد النون هيم ده اللي موجود في المصادر البروتين النباتيه زي الفول والبقوليات والخضار والسبانخ والعدس والمكسرات، والجسم بيمتص منهم الحديد تقريبا بالكتير قوي 10%. يعني عشان بس الناس والامهات في البيوت اللي بيقولوا كل سبانخ عشان مليانه حديد، عايز اقول لك جسمك مش بيمتص منها الحديد اصلا، ويبقى معاها مواد تاني بتقلل من امتصاصه، بس ده مش موضوع حلقتنا النهارده. طيب والشاي والقهوه فعلا بيأثروا على امتصاص الحديد بعد الاكل، لكن بيأثروا اكتر على مصادر الحديد البروتين النباتي النون هيم، ومش بيأثروا قوي او تأثيرهم خفيف على مصادر البروتين الحيوانيه الهيم. ومش عشان خاطر الكافيين اللي موجود في الشاي والقهوه هو اللي بيقلل امتصاص الحديد زي ما معظم الناس فاكره، لكن في مواد تاني موجوده في الشاي والقهوه هي اللي بتأثر على امتصاص الحديد زي البوليفينول. والبوليفينول اصلا دي بتبقى مواد مفيده للجسم، وهي اللي بتدي للشاي والقهوه الفوائد بتاعتها عشان هي ماده انتي اوكسيدنت مضاده للاكسده، بالتالي بتحمي الجسم من الشوارد والجذور الحره، ودي بتبقى مواد خطره جدا البوليفينول دي بتقللها في الجسم. وكمان ليها فوائد تاني زي انها بتقلل من الالتهابات وبتحسن من صحه القلب وبتظبط مستويات السكر في الدم. لكن لما بتشرب الشاي والقهوه بعد الاكل على طول، البوليفينولز دي المواد المفيده بتمسك مع الحديد فبتقل الفايده بتاعتها ومش بتاخد الفايده بتاعت الشاي والقهوه، والناحيه الثانيه قللت من امتصاص الحديد في الجسم. وخلي بالك برضو ان مش الشاي والقهوه بس اللي فيهم المواد دي اللي بتقلل من امتصاص الحديد، لا المواد دي موجوده في حاجات تاني زي الكاكاو والشوكولاتات، بالذات الشوكولاته الدارك. الحاجات دي برضو بعد الاكل ممكن تقلل من امتصاص الحديد. طيب ومين هم اكتر ناس ممكن يتضروا ويتاثروا بسبب الموضوع ده انهم بيشربوا شاي وقهوه بعد الاكل؟ زي ما قلنا ان الشاي والقهوه بيأثروا اكتر على امتصاص الحديد النون هيم اللي بيبقى موجود في مصادر البروتين النباتيه، عشان كده اكتر ناس ممكن يتضروا من الموضوع ده هم الناس النباتيين. امتصاص الحديد عندهم ممكن يقل اكتر ما هو قليل اصلا، او لو شخص مش نباتي بس مش بياكل كويس وعرضه ان هو يجيله انيميا ويبقى عنده نقص حديد، عشان زي ما قلنا ان تاثير الشاي والقهوه بعد الاكل على مصادر الحديد الهيم الحيوانيه، تاثير الشاي والقهوه عليهم بيبقى ضعيف جدا، او في ابحاث ثانيه بتقول لك مش بيأثر اصلا، لكن للاحتياطي بس. طيب لو انت بقى متعود لازم تشرب حاجه بعد الاكل، خلاص اتعودت على كده، تعال اقول لك على حلول ممكن تعملها وهتفيدك، او بطريقه تاني ازاي تزود امتصاص الحديد عندك بعد الاكل. اول حاجه انك ممكن تاجل بس الشاي والقهوه ساعه واحده بس بعد الاكل، وبعد الساعه دي اشرب اللي انت عاوزه. ولو مش قادر تستنى ساعه وهتشرب خلاص، فاحنا ممكن نبدل الشاي والقهوه دي ببدائل تاني مفيده، زي مثلا ممكن تشرب عصير ليمون او عصير برتقال، عشان الحاجات دي فيها فيتامين سي عالي، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم. فانت كده يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد، ما شربتش الشاي وقهوه بعد الاكل وما قللتش امتصاص الحديد، وشربت حاجه فيها فيتامين سي عالي وهتزود من امتصاص الحديد في جسمك. او ممكن كوبايه ينسون، كوبايه نعناع، اي حاجه من الحاجات دي. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا على قد ما نقدر. ولو تعرف حد بيشرب شاي وقهوه كتير بعد الاكل ابعت له الفيديو ده عشان كله يستفيد. ولو عندك اي سؤال او عجبتك طريقه الشرح اكتب لنا في الكومنتات تحت. ولو حابب تنزل الجيم وتحسن من اللايف ستايل بتاعك وتطور شكل جسمك ومش عارف تبدا ازاي، تقدر تبعت لي ونبدا نتمرن مع بعض من خلال سيستم تدريب اونلاين كامل وابلكيشن انا اللي بجهز لك البرامج بنفسي وبتابع معاك بنفسي. تقدر تبعت لي مسج على الواتساب او الانستجرام، هحط لك اللينك في صندوق الوصف تحت. ولو عاوز تشتري مكملاتك الغذائيه من مكان مضمون يبقى دكتور فيت ستور. ومش بس كده، كمان تقدر تستخدم كود خصم دكتور فيت 5 وهتاخد خصم اضافي على الاوردر بتاعك، ومتاح شحن سريع لكل المحافظات. هحط لك لينك الويب سايت والصفحه والتفاصيل دي في صندوق الوصف تحت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.